الفيلم بيبدأ ب5 أصدقاء مقربين: جويريرو، كومبو، تينكو، تورو وبولو، اللي بيكونوا في رحلة عادية، لكن في الحقيقة هم أفراد من أخطر وحدة قوات خاصة في المكسيك. جوه العربية كانوا بيتكلموا بضحك عن الغدا، ومرة واحدة عربية تانية بتخبطهم وبيبدأ هجوم مسلح عنيف عليهم. وبنرجع بالزمن 72 ساعة لورا، وجويريرو وصاحبه توشتو قاعدين في كافيه صغير بيراقبوا شوية مجرمين بيعملوا مشاكل قدام اسم الشرطة. المجرمين دول ليهم نفوذ كبيرة وبيعملوا جرايمهم في عز النهار قدام عينين الشرطة. وبنشوف المجرمين دول وهم بيحاولوا يخطفوا بنت اسمها كارلا كانت جاية تبلغ عنهم. أمها لوسيا بتحاول تدافع عنها، بس الاتنين مش قادرين يقاوموا العصابة. وقتها جويريرو اللي عنده خبرة عسكرية كبيرة ما قدرش يقف يتفرج وراح يدافع عنهم وضرب في العصابة. بعدها خرجوا شوية ضباط من القسم، بس بدل ما يساعدوه وجهوا سلاحهم ناحيته وهو ماسك زعيم العصابة. علشان يوضح الموقف، جويريرو طلع بطاقته وأعلن إنه قائد في القوات الخاصة. وقتها واحد من الضباط أمر زملائه يقبضوا على العصابة، وقبل ما جويريرو يمشي لوسيا وكارلا راحوا له وقالوا له إنهم جايين يبلغوا عن مقبرة جماعية قريبة. الجيش اتحرك فوراً وبعت قوات خاصة وخبراء جنائيين علشان يحققوا في الموضوع، لأن الشرطة المحلية مش موثوق فيها. ولما وصلوا لقوا جثث لجنود مدفونين في المكان، بس لسه محدش عارف مين اللي عمل المجزرة دي. وبسبب خطورة الموضوع الجيش نظم جنازة عسكرية رسمية لأهالي الجنود في نفس الوقت، والإعلام في كل المكسيك بدأ يغطي الحدث. وبدأت التقارير تبين إن الجنود دول اتعذبوا واتقتلوا وهم بيحاولوا يقبضوا على تاجر مخدرات خطير اسمه جوزيف أراس. وفي الوقت ده كان جوزيف مجتمع مع رجالة وحذرهم من جويريرو وقال لهم إنه جندي من النخبة ومش سهل أبداً. وبنشوف جوزيف بدأ يتحرك وخطط لخطف لوسيا وكارلا. في القاعدة العسكرية جويريرو جمع فريقه علشان يجهزوا الخطة للقبض على واحد من أعوان جوزيف. الفريق مكون من كومبو وتينكو وتورو وبولو كانوا جاهزين ينفذوا المهمة. وبحسب المعلومات اللي معاهم الشخص المسؤول عن المجزرة كان اسمه لو، وهو أحد رجال جوزيف الأساسيين. الفريق حط خطة للقبض على لو الأول ويستغلوه كطعم علشان يوقعوا جوزيف ورجالته. تاني يوم نفذوا الخطة وقدروا يقبضوا على لو وهو في مطعم. في اللحظة دي حصل تطور غير متوقع. جوزيف كان بيقابل وزير الدفاع المكسيكي وخد رشوة من جوزيف علشان يوقف ملاحقته من الجيش، وقال له إنه عارف مكالمات جويريرو وعارف إنهم مسكوا لو. جويريرو وفريقه عارفين إنهم هيشيلوا الليلة بسبب القبض على لو، فقرروا ياخدوا أجازة 3 أيام يروحوا فيها لبيوتهم ويرتاحوا شوية. وقبل ما يتفرقوا خدوا صورة جماعية تذكارية، بس الراحة دي ما طولتش لأنهم اتعرضوا لكمين مدبر من رجال جوزيف علشان يخلصوا على جويريرو. وبالرغم من عنصر المفاجأة جويريرو وفريقه قدروا يقلبوا الطاولة ويسيطروا على الوضع. وقتها ظهر رومانو ومعاه تعزيزات لهجوم جديد، لكن جويريرو بمهاراته القتالية قدر يقضي على قوات رومانو. وهو بيموت رومانو قال لجويريرو إن جوزيف مش هيسيبهم وهيقدر يطاردهم. وقتها قرر جويريرو وفريقه ينسحبوا قبل ما جوزيف يوصل، واتصلوا بالقيادة العسكرية يطلبوا دعم فوري. وبعد ما مشيوا جوزيف ورجالته وصلوا ولقوا جثث رجالهم وتليفون جويريرو محطوط فوقهم. ساعتها جوزيف فهم إنه اتضحك عليه وتعصب جدا لأن جويريرو توقع كل حاجة. وبنشوف الفريق كمل طريقه في الغابة ناحية نقطة أمان، بس رجال جوزيف كانوا متابعينهم وحصل اشتباك جديد. بالرغم من إنهم قضوا على المهاجمين لكن بولو وتينكو اتصابوا بشدة. بولو اتضرب في كتفه الشمال وتينكو في ودنه ورجله، وكومبو أسعفهم بسرعة. وبنشوف واحد من رجال جوزيف نجا وبلغوا بكل اللي حصل. جوزيف فضل واثق إنه هيلاقيهم بفضل الوزير اللي بيبلغوا أول بأول عن تحركاتهم. من غير أي تأخير جوزيف راح للمكان اللي كان جويريرو فيه، لكن ما لقاهوش. اللي لقاه كان تليفون متساب فوق جثث 5 من رجالة جوزيف. وقتها عرف إنه اتخدع تاني. في اللحظة دي بولو وتينكو خدوا استراحة صغيرة، وكومبو كان بيشوف الإصابات اللي بدأت تسوء. جويريرو لقى موبايل رومانو واتفاجئ بفيديو بيأكد إن وزير الدفاع كان متعاون مع جوزيف من البداية. الوضع بقى خطير جدا، فقرر الفريق يسرع في الوصول لنقطة الأمان. وهم في الطريق لقوا بيت شكله وقر عصابة. كومبو اقترح يقتحموا البيت، خصوصا إن تينكو وبولو محتاجين مكان آمن للراحة والعلاج. اقتحموا البيت بسرعة وقضوا على المجرمين اللي جواه، بس اتفاجئوا إن في راهنتين محتجزين، لوسيا
وكارلا لاحظوا إنهم في حالة سيئة وطمنوهم إنهم بقوا في أمان. كمان لقوا شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة في المكان. دلوقتي بقى عندهم مسؤولية إنهم يحموا مدنيين، فكان لازم كل حركة يحسبوا حسابها بدقة. رغم الخطر اللي محاوتهم، الاستسلام ما كانش خيار، وقرروا يكملوا لآخر لحظة. بالليل قعد جوريرو مع لوسيا وكارلا وشرح لهم إن العصابة لسه بتطاردهم، واقترح يخرجوا فوراً على نقطة الأمان. وقبل ما يمشوا وزعوا عليهم سترات واقية ورتبوا تشكيل حماية يخلي لوسيا وكارلا في النص، وكل حاجة كانت جاهزة علشان يتحركوا. لكن وهم خارجين اتعرضوا لهجوم مفاجئ من جوزيف ورجالته، والهجوم كان عنيف جدا، واضطروا يرجعوا للبيت ويشتبكوا مع الباقي بالذخيرة اللي عندهم. وقتها لوسيا وكارلا ما قدروش يشوفوا الجنود لوحدهم، وقرروا يساعدوا. جوريرو اتأثر بشجاعتهم وعلمهم يستخدموا السلاح، وفي نفس الوقت كومبو طلب من تينكو ياخد ورديته علشان يسعف بولو. الهجوم كان عنيف واضطر الفريق يستخبى، ولما المهاجمين وقفوا يعيدوا تعبئة سلاحهم استغل جوريرو الفرصة وبدأ هجوم مضاد. واحدة من رصاصاته أصابت أحد المهاجمين. بعد ما الهدوء رجع، جوريرو شاف حالة الفريق، الكل رد عليه إلا تينكو اللي كان مصاب بإصابة حرجة. كارلا وقتها تطوعت توصل له الذخيرة، بس حصل اللي ما كانوش متوقعينه. رجال العدو دخلوا البيت من نفق تحت الأرض في هجوم مفاجئ على تينكو وكارلا، فطلب منها تهرب وقرر يفجر قنبلة علشان يقضي على المهاجمين، وضحى بنفسه. ولسوء الحظ بولو كمان اتصاب ومات بسبب النزيف. الفريق كان في حالة حزن كبيرة، وكارلا ولوسيا بكوا على أبطال ضحوا بحياتهم علشان يحموهم، ومع بعض دعوا للي راحوا وإن أرواحهم تلاقي السلام. وفي الآخر جوزيف اضطر يسلم نفسه، لكنه ما طلبش رحمة، بل تحدى جوريرو في قتال رجل لرجل، وبصفته جندي ما قدرش يضرب واحد أعزل، فقبل التحدي. في الأول جوريرو كان هيخسر القتال، لكن لما افتكر زملائه اللي ماتوا ناره اشتعلت تاني، وبهجوم عنيف قادر يهزم جوزيف. بعد ما خلص قال لفريقه إن المعركة انتهت. الدم والتضحيات كانت دليل على حبه لوطنه وصلابته. وتاني يوم الصبح وبعد ليلة دامية وصلت التعزيزات. جوزيف المصاب اتقبض عليه وتجهز للمحاكمة. جوريرو كان سايبه حي علشان يشهد ضد المسؤولين الفاسدين، وعلى رأسهم وزير الدفاع. وفي النهاية جوريرو وكومبو وتورو ولوسيا وكارلا اتنقلوا بطيارة هليكوبتر لبيوتهم. رغم الحزن اللي في قلوبهم على بولو وتينكو، ذكراهم هتفضل عايشة جواهم.